مش ممكن. يعني صابر هو اللي سرق الورقه دي من ابوه؟ جدع ومحترم، واول ما لقى كارثه زي دي مرضاش يخبي وجي يقول لنا. مش جوزي وحبيبي وعشره العمر اللي مرضاش يصارحني وخبى عليا ان انا حتى شاركه في حسرته وحيرته. يا حبيبتي انا قلت لك على كل اللي حصل في ابويا، قلت لك على كل حاجه حصلت مع مرات عمي كمان وهي بتموت. ما قلتليش على التسجيل، وما قلتليش ان عمك عباس الفلاني هددك بالورقه دي. هو صابر قال لك كمان على موضوع التسجيل والتهديد بتاع عمي ده؟ وانا متاكده ان التسجيل ده معاك لحد دلوقتي. حبيبتي انا اوعى تقول كلمه حبيبتي دي. لا، اللي بيحب مراته يعاملها معامله تانية خالص، مش واحده بتاكله وتشربه وتربي له عياله. اللي بيحب مراته بجد ياخد رايها في كل حاجه، وخصوصا لو مصيبه زي دي. يا ناس انا خبيت عنك المصيبه دي علشان مش واثق فيا. بتخوني يا عبد الله. حسبه وحسبتها جوه دماغك، قلت الست دي طول عمرها طمعانه وممكن تضحي باي حاجه علشان خاطر الفلوس والماده. قلت اول ما تلاقي مستند زي ده يثبت حقي في ارض ابويا هتقول لي بيع يا عبد الله، حتى لو كان التمن فضيحه بنتك. بيع ولا يهمك، مش مهم البت. يا ناس ما تخليش يا حبيبتي الغضب يعمي عينيك. انت اللي اتعميت، انت اللي اتعميت يا عبد الله لما نسيت ان الشده دي بنتي قبل ما تكون بنتك. مش ممكن اضحي بشاديه حتى لو في مال قارون. انت فاهم ولا مش فاهم؟ لا انا ما نسيتش، ما نسيتش يا ناس. والنار اللي جواكي دي انا بتحرق بيها بقالي سنين، سنين غضب وغل ورعب من غدر عباس الفلاني. وليه يا عبد الله؟ ليه تتحرق بيها لوحدك؟ عشان بحبك، عشان بحبك يا ناس، بحبك. ما اقدرش استحمل عليكي لسعه واحده من النار دي تعذبك طول حياتك. عشان بحبك من حقك انك انت تبقي مستريحه ومطمنه في وسط بناتك وفرحانه بيهم، مش علشان خايف من طمعك ولا عينك الفارغه على الفلوس. لا لا، علشان انا لو ما كنتش حاسس انك انت في امان